السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. فيديو جديد ويوم جديد، ربنا يا رب يطرح دايما البركة كده والخير في حياتكم وبيوتكم يا رب، ويرزقكم من حيث لا تحتسبون. كالعادة كده عايزين قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا نقول اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بصوا يا بنات، الفيديو بتاع النهارده بأمر الله، اللي متابع معايا وعارف ان دي اول مشتريات احنا اشتريناها للعروسه. بأمر الله هننزل كل حاجه مع بعضينا واحده واحده كده، بس الحاجات اللي احنا عرضناها او اللي انتوا شفتوها معايا على القناه هنعملها دلوقتي كده واحده واحده مع بعض. هنحاول نحفظها في الكراتين بتاعتها. انا كنت قايله لكم من المره اللي فاتت ان ناصر كان قايل لي ان انا هجيب لك كراتين وكده، تمام؟ فهو جاب لي كده كرتونه او اتنين، وفي كمان واحده كانت عندي انا بتاعت طقم حلل وكده، كانت قاعده برضه هو كان شايلها عنده تحت فطلعها لي الصراحه. فهنحاول كده المجموعه الاولانيه اللي احنا جبناها كده هنحفظها مع بعض، وعشان نبقى واضحين مع بعض. بعد كده بأمر الله اي حاجه هتيجي هنعرضها مع بعض، هيبقى فيديو حفظ وفيديو عرض، فيديو حفظ وفيديو عرض مع بعضينا، وهنمشي كده مع بعضينا واحده واحده. بس عايزين لايكات كتير، وعايزين كومنتات كتير تكسر الدنيا، وعايزين نتفق مع بعضينا في كل فيديو يبقى معانا زي كده ندعي دعوه حلوه لاي حد من المتابعين بتوعي. يعني في ناس بتطلب مثلا ادعوا لي كذا او كذا، هنقول برضو النهارده الدعاء لمين معانا. ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب. وعايزه بالله عليكم دعوه حلوه ليا كده من قلبكم لأمان، الناس اللي بتحبني تدعي لي دعوه حلوه من قلبكم بجد. تعالوا نبدا كده بدون رغي كتير وكلام كتير، عشان الناس اللي ما شافتش الفيديو المره اللي فاتت، يمكن اليوتيوب المره دي يطرحوا كده ايه كتير ويشوفوه. تمام. طبعا الاسعار في الفيديو اللي فات يا بنات، بس اللي عايز برضو يسال على حاجه يقول لي. هنبدا بايه يا اماني؟ نبدا بطقم الكنك ده جلوري. طبعا جلوري ده انا قلت هعرض للناس اللي ما شافتش الفيديو، اللي حابب يا بنات يدخل ويشوفه تاني ويستفاد برضو باي حاجه، برضو عايز يتاكد من حاجه يبص عليه. تمام. ده 4 قطع اللي هو الحامل، والثلاث كنكات دول طقم قهوه. ده طقم كنك قهوه جرانيت، ده طقم كنك قهوه جرانيت. احاول برضو كده اظبط لكم الكاميرا عشان اعرف اجيبه لكم. ايوه كده اهو، ونشوف. هحاول كده اخرج لكم بس حاجه منه بسيط. اطلع يلا، خليك جدع هحاول كده اخرج لكم حتى كنكه واحده منه مثلا ولا حاجه اهو. بصوا ده 3 مقاسات يا بنات، 3 مقاسات. بصوا انا اتخضيت لما شفت حاجه فيه من تحت هنا، قلت نهار ابيض الطقم اتقشر ولا ايه؟ طلعت يعني حاجه كده بتتشال اهي. الحمد لله. تركي. تمام. انا مش عارفه هو الموديل تركي او هو تركي، بس هو مش مكتوب عليه موديل تركي، هو مكتوب عليه تركي بس. تمام. ادي واحده منهم، ادي مقاس منهم. هخرج لكم مقاس تاني واحده واحده كده بالراحه. تمام. ادي المقاس التاني اهو. زي ما قلت قبل عن كده كانت في الوانات، هي قالت شهد غالبا واخده الموف، انا هاخد اني بيتي. هنحطه كده. الاسعار يا بنات انا قايلاها في الفيديو اللي قبل ده، الناس الجديده اللي هتدخل وتشوف الفيديو ده الاسعار انا قايلاها في فيديو تاني، بس اللي حابب برضو يبعت لي وانا هقول له الاسعار ايه بالظبط. طيب اللبانه اهي، دي لبانه جرانيت. لا ما انا عارفه كانت جرانيت ولا تيفال، مش فاكره بالظبط بس والله انا فاكره غالبا كانت جرانيت تيفال. المهم خلينا، انا ما رضيتش افتحها، ما حبيتش ان انا افتحها الصراحه. بس بصوا شكلكم كده هتلعب في دماغي الحكايه، وهحاول ان انا اشوفها ايه، لان انا مش فاكره الصراحه قلت لكم عليها جرانيت ولا تيفال. لا تيفال يا بنات، تيفال 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 تيفال، مش جرانيت. والله لا افتحها، مش خساره فيكم، خساره في قالوا لا خساره ليا خساره ليا اهي. بصوا شايفينها اهي. تمام. مش هفتح اكتر من كده، يارا تيجي تقتلني. اشيلها لها بقى كده ايه متقفله اهي. رايكم في اللون؟ اللون حلو قوي، هي بتحب الالوانات الفاتحه. انا عن نفسي في الجرانيت والتيفال ما بحبش الفاتح، بحس ان الغوامق بتكون اشيك واحلى. انا عايزه اقول لكم ان احنا جبنا اطقم الحلل، عارفين الاطقم يعني كان خناقات كتير كتير جدا على الالوان بتاعتها ما بيني وما بينها. هتقولوا لي خليها هي تختار اللي نفسها فيه والكلام ده كله،
بس بجد والله العظيم انا بميل وبعشق الالوانات الغامقه، بحبها لان انا جربت الفواتح، اسكت، وجربت الفواتح. انا كنت بحب الفواتح قوي في الاول، كنت بحبها جدا، وكنت بقول الحلل كده مبهجه والوانها مش عارفه ايه، لكن بعد الاستخدام ما بتبقاش، مفيش ابهاج خالص خالص. بصوا يا بنات، ده اللي هو البص اللي هو طقم السكاكين. تمام. ده احنا شفناه، بس برضه هقول لكم عليه. ده كان 4 سكاكين، وكان ساطور، وكان الحامل بتاعهم والمسن. تمام. يبقى هو ده كده كام؟ ده 7. الحامل، المسن، الساطور، والاربع سكاكين. تمام. في متابعة عندي بعتت لي قالت لي خلي بالك يا اماني المقص مش فيهم. لا، الطقم ده مش نازل بالمقص، الطقم ده مش نازل بالمقص يا بنات، نازل العدد اللي انا قلت لكم عليه بس. برضه هنحاول نبص على حاجة كده منهم قبل ما نشيله. طبعا كانت في حاجات كتير وكده، انا الصراحة يعني حبيت ده افضل. يعني ماركة السكاكين دي انا بصوا برتاح لها اكتر، انا ما جربتهاش بس يعني انا عارفة ان الخامة دي حلوة. بصوا كيس جوه كيس اهو، عشان ايه؟ ستانلس ستيل. والختم بتاع السكينة يا بنات اهو، ختم السكينة اللون الاسود ده برضو عجبني فيه. ربنا يسترها يا رب. انا بخاف منه، انا بقول لكم من المرة اللي فاتت انا ما بحبوش بخاف منهم علشان السكاكين بتاعتهم حامية وكده، فانا بخاف الصراحه منهم، يعني ما بحبش ان انا اخرج منه كتير. تمام. تمام. شوف اللي بعديه، ده طقم مجات شوربه اهو برضو. طبعا شفنا الواناته كتير اهو. تمام. ادي الاسم بتاعه، هو ده فتحي محمود يا بنات. فتحي محمود، يمكن انا قلت لكم عليه قبل كده، فتحي محمود اهو. ده كام قطعه؟ ده 4 قطع والحامل 5. طب يلا عايزين نلخص عشان نبدأ ان احنا نحطهم في الكرتونة واحدة واحدة كده، عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم. انا قلت افرجه لكم الاول وبعد كده برضو ايه احطهم في الكراتين. ده طبعا طقم توزيع. تمام. هوريكم برضو واحدة منه كده تشوفوا شكلها ايه اهي. ادي اللون بتاعه وادي الشكل بتاعه اهو. تمام. تمام. نشوف بقى اخر حاجة معانا. انا خرجت دول وهشوف الكرتونة، لو هتاخد هكمل، مش هتاخد يبقى هختصر بدول بس. يعني لو احتاجت حاجة تانية هحطها من اللي احنا كنا عارضينهم برضو مع بعض. ده طقم اللي هو القلايات يا بنات، الجرانيت اهو. تمام. هحاول كده برضو اوريكم واحدة منه، نخرج اخر مقاس حتى واصغر مقاس فيهم. هما ملزوقين في بعض ولا لا؟ انا فاكرة انهم مش ملزوقين اهو. تمام. ده مقاس 18 اهو، كنت موجهة الحاجة دي. ده مقاس 18. يلا بقى عشان نشيلهم ونحفظهم. انا خرجتهم زي ما قلت لكم. هشيل بس كويس كده الحاجه، بس كده شلتها عشان اللي ما استفادش بحاجه يشوفها معانا دلوقتي. تعالوا بقى نجرب ايه نحط في الكرتونه. بصوا الكرتونه اهو. بصوا طقم الحلل بتاعي اللي كنت جايباه في رمضان، وفي طقم تاني بتاع الميلامين هو كان شايل الكراتين دي تحت عنده. تعالوا نظبط الكرتونه كده الاول ونشوف. ظبطنا كرتونتنا، نبدا بقى بالعلبه الكبيره. خدنا العلبه الكبيره اللي هي علبة القلايات جرانيت اهي. هنبدأ نحطها هي أول حاجة. دايما يا بنات بنقول يا ريت يا ريت يفضل إنها تكون كراتين تقيلة، يعني يكون خامتها تقيلة شوية. تمام. لكن لو مش عندك بقى هنعمل إيه؟ ربنا يسترها بقى، ربنا يسترها. هنجيب هنا كده اللبانة وحطيناها في الجنب هنا تسند الكرتونة من هنا. هشوف كده بالطول هتاخدها، مش هتاخدها بالطول، يبقى هنحاول ان احنا ننيمها كده بالعرض لحد كده. تمام. تمام. ناخد الطقم التاني معاها. طبعا طالما ما اخدتش ده بالطول يبقى مش هتاخد ده. طيب عندنا بقى الطقم اللي هو بتاع الكنك، هنجيبه كده
وهناخد طقم بولات الشوربه كده من فوق وربنا يسترها. هنيجي نقفل نشوف الدنيا فيها ايه. احس ان هي عاليه شويه. طب اقول لكم انا ممكن نعمل ايه بقى. نخلي دي هنا. ايوه كده. ايوه كده تمام. ونجيب دي هنا كده، والكرتونه هنا لو احتجت حاجه فيها احطها برده من هنا من الحاجات، اطقم الصواني او الحاجه اللي انا ايه اللي انا جايباها. وهقفل كده اهو. انا بقفل يا بنات. لو انت عايزه تقفلي ممكن تحطي حته بلاستر، ده البلاستر اللي كان في الكرتونه من الاول. بصوا حتى هتلاقوه قديم اهو اهو تمام. ممكن تحطي حته بلاستر بس تسند الكرتونه بتاعتك كده، وتحطي حاجه هنا من جوه عشان التراب تمام. لكن انا بالنسبه لي مش هعمل اكتر من كده، مش بقفل ببلاستر كتير، لان لسه الحاجات دي ان شاء الله قبل ما بتروح الشقه او المكان ده كله ما تضطريش انك انت تقطعي الكراتين بالبلاستر بتاعك. حاولوا تحطي اي حاجه من جوه، حته كرتونه وورقه جورنان ولا حاجه تحمي بس من التراب، وواحده بس بلاستر زي كده تاخد الكرتونه كده في النص وخلاص. ممكن تكتبي عليها اللي انت عايزه ايه تكتبيه، يعني تكتبي انت حاطه ايه. لو انتوا حابين فيما بعد بامر الله اجمع لكم حلويات الرخامه زي ما انا بقول، حلويات الرخامه، حلويات الادراج، حلويات الحاجات دي كلها بعد العرض ممكن نبدا نجمع حاجات الطواجن الصواني الكلام ده كله. برضو اكتبوا لي قولوا لي في الكومنت. الفيديو بتاع النهارده لحد كده خلص. عايزه اقول برضو دعوه من قلبي حلوه لمنة الله او منى محمد، غالبا كان الجميل بمنى محمد، بعتت لي بتقول لي معلش ادعوا لي انا بجهز نفسي وحديه وكده، وانا اللي بجهز نفسي، يعني هي اللي بتشتغل وبتجهز نفسها وهي مخطوبه ولسه ما جابتش حاجه لنفسها. ربنا يا حبيبتي يا رب يكرمك ويوسع رزقك ويرزقك يا رب كده بحق اللي انت بتعمله، وربنا يديكي ويرزقك كده حبيبتي ويكرمك كده وتكملي كل حاجتك يا رب، ويكمل لك على خير يا رب، وتفرحي ويفرح والدتك بيك يا رب. الفيديو بتاع النهارده خلص. ما تنسوناش باللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على كلمه الكل عشان كل ما انزل فيديو ينزل لكم باشعار. استودعكم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.